قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اوعى تزعل امك، بالفلاحي كده، اوعى تزعل امك، اوعى، هتخسر دنيا واخره. كلام واضح اهو باختصار، كأنه قاعد جنبك في البيت بقول لك اوعى تزعل امك، هتخسر دنيا واخره. عاوز تسعد في الدنيا والاخره، بوس رجليها، بوس ايديها، بوس راسها، استرضيها بأي شكل. ما تقوليش بقى، ما تقولش حاجة، ما تقوليش انت ولا حاجة وانا ولا حاجة. خلي بالك، انا ولا حاجة. هتقولي ده انا عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ ولا حاجة، ولا عملنا حاجة. والله يا شيخ بعمل وسوي، والله ما عملت حاجة. فانت ترضيها بأي شكل، بأي صورة. بص رجليها، وطي على رجليها، بص لحد ما ترضى. وطي على ايديها، بص لحد ما ترضى. انزل على راسها، قبل راسها لحد ما ترضى. لازم ترضى، لازم ترضى. شايفك من غير شغل، اطلع اشتغل، اطلع اشتغل. ما بنساش الشاب الجميل الكريم اللي شفته على الكورنيش، صينية شاي وترمس شاي وشوية كوبايات بلاستيك. وقفت بالعربية ناديت عليه، تعالى، ما شاء الله عليك، لبسك جميل وشكلك جميل، انت بتشتغل ايه؟ قال لي زي ما حضرتك شايف كده. بتيجي الساعة كام هنا؟ قال الساعة 10 الصبح. تروح الساعة كام بالليل؟ قال 11 12. قلت له ما شاء الله، انت خريج كلية ايه؟ قال كلية تجارة. خلصت معاك بكالوريوس؟ قال معايا بكالوريوس. بحثت عن شغل ما لقيتش شغل، قلت اشتغل كده. طب بالله عليك بترجع كل ليلة بكام؟ قال والله بفضل الله بعد الشاي والسكر اللي انا بشتريه برجع ب50 جنيه، ب40 جنيه، ب60 جنيه. ما شاء الله راجل. قلت له والله العظيم، والله العظيم تستحق أن أقبل يدك وأن أقبل رأسك. اشتغل، اطلع اشتغل. مش بالضرورة تستنى الشغل اللي يناسبك. أنا بكلمك كأخ كبير ليك الآن أو أب ليك. كل ابن من أبنائنا أصل الشغل مش مناسبني. الله، هتقعد كم سنة عشان يجي لك الشغل المناسب؟ هو أنت عاوز تبدأ مدير؟ عاوز تبدأ الشغل مدير؟ اشتغل أي حاجة، اشتغل أي عمل، بشرط أن يكون العمل شريفا أو حلالا. لا تمد يدك ولا لا لأبيك ولا لأمك. خلاص، ما هي اجتهدت جزاها الله خيرا، واجتهد والدك جزاه الله خيرا. خلاك خدت كلية تربية. أنا بخطبك الآن لأن أخوك، أنا بحبك، عاوزك تطلع من الليلة دي، اشتغل، دور عن عمل. والله العظيم إن صدقت الله صدقك، والله العظيم إن صدقت الله صدقك. بس اصدق النية الآن. أي شغل بس يكون شريف ويكون حلال. مش شرط يناسبني أنا خريج كلية التربية أو خريج كلية الإعلام أو كلية الهندسة أو كلية الطب. في أمريكا ورب الكعبة لقيت أخ مصري واقف في فندق نازلينه في مؤتمر إسلامي، واقف بيغسل الأطباق، وسعيد أول لما عرف إن إحنا موجودين وجاي يسلم علينا فرحان. بقول له ده الأخ شغال هنا؟ قال لي أنا شغال جوه هنا. بتعمل إيه؟ بتشتغل في إيه؟ قال بغسل أطباق. منين؟ قال من مصر. تخرج إيه؟ قال طب. طب، خريج كلية طب، واقف يغسل صحون. راجل، والله العظيم راجل، تقبل يده وتقبل رأسه. اشتغل، اطلع اشتغل، ابحث عن أي عمل. إن شاء الله لو هتجيب في اليوم 10 جنيه كويس جدا، المهم انك تشتغل. وإن صدقت الله صدقك. وأسأل الله عز وجل أن يرضي عنك أمك، لأن خلي بالك هي لو رضيت عنك رضي عنك ربك. لو رضيت عنك أمك رضي عنك ربك. ولو رضيت عنك ودعت لك سترزق بالعمل وستوفق
فاذهب إليها لتدعو الله لك واسترضي الوالدة، وأسأل الله أن يرضيها عنك وأن لا يحرمنا وإياكم جميعا بر الوالدين ورضا الوالدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.